مالكش دعوه بحد، خليك في نفسك. انا جاي اقول لك حاجه هتريح بالك بشكل كبير قوي. مقارنه الانسان بغيره عمرها ما كانت سبب نجاح. كل مره بتقارن نفسك بصاحبك انت مش بس بتضيع وقت، انت بتضيع طاقتك وتركيزك وبتدي نفسك طاقه سلبيه عنيفه. اللي مناسب مع غيرك مش لازم يكون مناسب ليك. كل واحد فيكو ماشي بظروفه واسلوبه وطريقه مذاكرته اللي بتختلف من واحد للتاني. يعني مثلا نبدل الكراسي، انا ايهاب كطالب كنت طالب زيك، انا من النوع اللي بذاكر باخد وقت كتير في المذاكره، فممكن اخد في الصفحه ساعه، زميلي كان ياخد في الصفحه 5 دقايق. من الاخر انا دخلت طب وهو دخل طب، ده فعلا. بس هي الفكره ان انا ما كانش عندي وقت اراجع كتير لان انا بغيب في المذاكره، فانا راجعت على مدار السنه مره واحده وكان بياخد 5 دقايق في الصفحه، فراجع 6 7 8 مرات. طب المحصله ايه؟ انا وهو جبنا نفس المجموع ودخلنا نفس الكليه، بس اللي كان مناسب ليا مش مناسب ليه والعكس. فعلشان كده ما تقارنش نفسك بحد، ليك دماغك وليك اسلوبك. وانا بقول لك الكلام ده كواحد كان زيك وفي نفس مكانك، بس انا عايزك تبقى النسخه الافضل من نفسك. بس ده مش هيحصل غير في حاله واحده بس، لما تركز على نفسك مش على غيرك.